هقعد دلوقتي خلاص، انا ركزت وروقت حالي، هعمل ايه بقى؟ اقول لكم حاجه من الاثنين. يفضل طبعا ان انت تكون يعني لو شيخك او المعلمه بتاعتك قريت لك الصفحه دي قبل كده حلو، ما قريتهاش مفيش مشكله، احنا معانا الابلكيشنز ومعانا المصاحف وكله متاح. بس انا بفضل نعمل ايه بقى؟ بصوا اللي انا هقوله لكم دلوقتي عشان اقول لكم ده سر من اسرار الحفظ الجيد، وهقول لكم ليه دلوقتي، والناس الخبره في الحفظ يقولوا لي اللي انا بقوله ده فعلا مفيد ولا لا. انا كنت زمان بحفظ كالاتي، وده شايف الطريقه دي حلوه. انا مثلا عايز احفظ الصفحه ديت خلاص، او نص صفحه، هبتدي اقراها مره 2 3 اقراها لوحدي تمام، وبعد كده احاول ايه احفظ بقى، احاول ايه اكررها ايه والقط كده واكرر لوحدي، اكرر كاني بحفظ اي صفحه، كاني بذاكر اي ماده نظريه، واقعد اكرر اعيد واكرر اعيد واكرر. لغايه امتى؟ لغايه ما احس ان هي ايه بدات تلقط معايا. يعني بعد ربع ساعه، خلينا نحدد بالظبط، بعد ربع ساعه كده من التكرار، اقعد اكرر لمده مثلا ربع ساعه، اللي هي بدات تثبت. اعمل ايه في اللحظه دي بقى؟ دي نصيحه، يعني ممكن واحد دي طريقه تانية مش تفرق معايا، بس هي نصيحه. اول ما توصل لان هي بدات تثبت اعمل ايه؟ اسمعها. وقف حفظ، ما تثبتش، اوعى تثبت، وقف هنا، وبعد كده اسمعها. الان اسمعها من الحصري، اسمعها من المنشاوي، اسمعها من الشيخ اللي انت شايفه بالنسبه لك مناسب، اسمعها وركز قوي 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 في كل كلمه وكل حرف بتسمعه. اول ما تسمعها بعد ما انت تكون حفظتها شويه، هيبقى في سنس عالي، هتبقى حساس للسماع دلوقتي. فلو في غلطه في الحفظ، غلطه في التشكيل، غلطه في التجويد، هترن في ودانك، لان انت فعلا بقالك كذا مره بتقولها. اول ما ترن الغلطات دي في ودانك، تروح بسرعه معلم على غلطاتك كلها، سواء تجويد، تقول هنا في التشكيل، هنا كان المد، هنا كانت الغنه. اقفل بقى التسميع بعد ما سمعتها مرتين 3، وابتدي بقى خش في حته التثبيت بعد التصحيح. طيب تعالى نتخيل ان انت ما عملتش اللي انا قلته ده، عملت حاجه تانية. في ناس بيعمل كالاتي: بيسمع الاول وبعد كده يحفظ، بس يبتدي يحفظ، يسمع وبعد كده يحفظ. طيب الطريقه دي كويسه، هتسمع هتلقط الاول، بس انت بعد كده بتحفظ وما بيسمعش بعد كده، هو سمع مره وبعد كده يحفظ بس. طب افرض وانت بتحفظ غلطت في الحفظ، مش هتاخد بالك. انت فاكر ان انت لما سمعت في الاول انك لقطت كل حاجه، تيجي تحفظ تغلط في تشكيل او تغلط في غنه، مش هتاخد بالك، وهتثبت على كده، وهتبقى فاكر نفسك حافظ صح وكل حاجه تمام. تيجي بقى تسمع لشيخك تكتشف ان انت عندك اخطاء. يبقى انا لو سمعت في الاول بس وما سمعتش تاني في النص، ممكن احفظ غلط وما اخدش بالي خالص. طب الصورة التانية، لا هحفظها واثبتها وتمام واقفلها خالص وبعد كده اسمع. حلو، دي هتكتشف اخطائك تمام، بس هتكون انت ثبت خلاص. تيجي بعد كده تسمع لنفسك تاني بعد اسبوع، ممكن تغلط الغلطة دي تاني وما تاخدش بالك، لان هي ثبتت على الغلط. فانا عشان كده بقول لك نعمل طريقة متوسطة تضمن لي ان انا هاخد بالي من اخطائي، زائد ان انا خدت بالي من اخطائي قبل ما اثبت اخطائي تاني. الطريقه الوسطانيه اللي انا بقولها لك دي بتعمل لك ميزتين. الميزه الاولانيه بتخليني اخد بالي من اخطائي كويس جدا وبركز فيهم قوي، وفي نفس الوقت ما بكونش ثبت اخطائي اصلا. اللي هي الطريقه ايه؟ ان انت اسمع في النص. ممكن تكون سمعت في الاول، ما عنديش مشكله تسمع في الاول، بس اسمع في النص تاني، او ما تسمعش في الاول عادي، ابدا انطلق احفظ، بس لازم في النص اسمع. امتى في النص؟ اللي هو بدات الصفحه تلقط معايا بس لسه ما ثبتتش،
بدات الصفحه تسبق، يعني ايه، حسيت ان انا بدات اجيبها شويه بس لسه ما ثبتش. هنا اسمع، هنا لما تسمع هنا بتلاقي الغلطه بترن في ودانك، لان انا لسه قايلها كذا مره. ايه ده ايه ده دي ايه، استنى ايه ده انا ما قلتش الغنه دي، ايه ده استنى ايه ده دي ضمه انا بقولها فاتحه ليه. فهروح ظابط كله وبعد كده اروح مثبت. ساعتها هتلاقي نفسك حافظها صح جدا، ومش واخطائك صححتها وثبتت على الصح. فهمتوا الحته دي؟ دي نصيحه يعني، ده انا بحب كده وطول عمري على فكره كنت بعمل كده يعني.